فراسكم سولوا امينيم في واحد البرنامج قالوا ليه واش الفلوس كتشري السعاده؟ جاوبهم بكل جرأه معروفه عليه وقال لهم لا، الفلوس ما كتشري السعاده، الفلوس كتشري اخر ما كاين في الساعه. عزتي اعزائي، حلقه اليوم حلقه مرفحه، حلقه مغندره، حلقه ساويه للعاقه، حيت غندويو فيها على مصطلحات اللي عندهم علاقه بالمال زائد امور اخرى فرحان نبارطاجيها معكم، ولكن بعد الانترو. لغنا لغة بقاع العالم مسموعة، عندنا تاريخ مدون، كل شي مأرخ بأصولو، براسكم عزيزتي العزيزة لا يعزكم واعتز بكم أعزائي تعزونني كما أعزكم. الصراحة الفلوس مهمة في الحياة، ولكن غير في الحياة. أما الدراوش فاش كتسولهم كيقول لك الله يرزقها الصحة والسلامة. كنظن كاين ما هو أهم من الصحة والسلامة، إنه لهنا وراحة البال، حيت شحال من واحد صحيح وما هانيش، وشحال من واحد شاد الفراش وهاني ومرتاح البال. ولكن كتبقى الصحة بلا سلامة مشكلة، والسلامة بلا صحة مشكلة، ولا صحة لا سلامة جوج مشكلات. ويا كل واحد راه كيتمنى علاش ما يتمناش الصحة والسلامة والزهر والهنا والعاقة، وخصوصا النظافة، حيت لاباس عليك وخانز هذيك يخانز العاقة صوتا ورائحة. بالمناسبة كيضحكني انا اللي كيقول لك الفلوس غوسخ الدنيا، اجي ياك ما الفقر صبوا الحجرة. خلينا بهذا الشيء ندوزو للصحيح. علاش الفلوس تسمات بالعاقة؟ كنظن في الغالب حيت الناس بكري، الناس المرفحين كانوا فاش كيبغيو يحسبوا فلوسهم كانوا كيلعقوا يديهم، وعندك الفلوس غتلعق صباعك، ما عندكش فلوس غتلعقها في صحتك. على ذيك المرفحين فراسكم ان الترفيحه جات من الترفيه، والانسان المرفح هو بكل بساطه انسان مرفه من الرفاهيه. فقط حرف الهاء اصبح حرف حاء، وهذا الشيء متداول وشائع في دارجتنا المغربيه. عاوتاني في دارجتنا الانسان الغني كنقولوا عليه مريش ربما تشبيها بالطائر اللي عنده الريش، ولكن ربما جات من المصطلح الفرنسي غيش، واللي كتعني الغني، وربما منهم بجوج، حيت بكري لي غيش كانوا كيلبسوا الريش، وحتى لهنا كان الريش نعم من علامات الترفيحه. اما القرمومه عزتي اعزائي ففي الغالب هو مصطلح امازيغي وتعرب، لانه هذا المصطلح كنلقاوه شائع في المناطق الجبليه، المناطق الاطلسيه، ولكن يعنى به ثمره المحصول، يعني الغله. وبطبيعه الحال اللي عنده المحصول ما كتبقاش تحصل عليه، واللي محصل كيضرب داك الشيء اللي ما حاصلش، اما اللي حاصل كيضرب داك الشيء اللي ما صالحش. اجي واش فراسكم ان اللويز هو عباره عن عمله نقديه منقوش عليها الملك لويس؟ واش فراسكم ان الريال هو مشتق من كلمه ريال اللي مشتقه من كلمه ريغاليس اللاتينيه واللي كتعني الملكي؟ واش فراسكم ان مفيك جات من الفكه يعني الصرف، وكنقولوا ايضا مصرف من التصريف، كيف ما الفكه من التفكيك، اما امتيك راه ما جاتش من التكه وانما جات من التيكي. الرجل الغني في ثقافتنا المغربيه كنقولوا عليه ثاني مغندر، وهذه جبناها من اللغه العربيه، فتغندر الشاب في مشيته كتعني تبختر، هو اللي كنقولوا عليه حنايا كيتبختر المهم ذو مالي. واش فراسكم ان ذو مالي جات بكل بساطه من ذو مال؟ والصراحه راه ما كاينش فينا اللي ما كراش يدير لاباس، ولكن واش فراسكم ان لاباس جات من لا باس؟ يعني راه ملي كتقول لاباس عليه راه هي في الحقيقه راه لا باس عليه، يعني راه ماشي بوك وحبه. بالمناسبه الحبه جات من الحبوب، يعني قمح ذره او شعير، ومن عنده الحبه سيبيعها في الرحبه ويدور النعوره ويترفح ويتريح ويشطح ويردح فيطب فيما ورائه وما امامه، ثم يتوتش للارض مبقللا في عينيه نادما قائلا يا ويحي من يدي المثقوبة هاتي، الواحد هو الذي يدير على شرجع. عزتي كاين مصطلح اخر شائع كنقولوا عنده عمار ولا كاين عمار، والصراحه والله ما عرفت الاصل ديال هاد التسميه ولا علاش جات، ولكن كنظن ان هاد عمار كان شيطي وكان سخي وفين ما كيحضر كتزوهر عقادي. بالمناسبه مصطلح مزوهر راه ممكن تكون جات من الزهر اللي كنعنيو به حنا الحظ في دارجتنا، ولكن يقدر عاوتاني مزوهر يكون جا من مصطلح الزهري، وكما يعلم الجميع الزهري هو المود باس ديال الكنوز. فما تنساوش تزوروا معاكم في هذه الحلقه بالكومنتيرات وباللايكات، وكيف ما كنتوا فقراء ولا اغنياء ما تنساوش انني اعزكم واعتز بكم، وعزائي تعزونني كما اعزكم، ولا داعي لاستعطفكم ان تفعلوا وتتفاعلوا وتتعاملوا معنا بالعفيف على عفسه الاعجاب، تعبروا بشي عباره فعلا كتشاركوا معنا وتبارطاجيو.
لغتنا لغة بقاع العالم مسموعة، عندنا تاريخ مدون كل شي مؤرخ بأصول وبعض.